وصفتنا النهاردة حاجة كده تحفة. القوام بتاعها ما بين البسكوت وما بين الكيك، لأنها من بره مقرمشة كده شوية وهشة، وفي النص طرية شوية. بس بجد طعمها لذيذ جدا، بتحتاج بس جنبها كده كوباية حاجة سخنة ومش هتوقفوا أكل فيها. عشان نعملها هنحتاج بيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا يكونوا كبار ما يكونوش صغيرين، وهنضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر زائد معلقة كبيرة، يعني تقريبا 165 جرام، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنضرب كل المكونات دي مع بعض كده لمدة دقيقة لغاية ما نتأكد ان السكر داب تماما. وبعد كده هنضيف عليها نص كوباية زائد معلقة كبيرة من الزيت، يعني 110 جرام، وهنديهم ضربة تاني لمدة دقيقة لغاية ما المكونات بتاعتنا تتجانس كويس جدا مع بعض وتبقى بالشكل ده. ونتأكد ان احنا بننزل كل كمية السوائل من الخلاط، لان دي هتفرق معانا في القوام بتاع العجين. بالنسبة للدقيق احنا هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق، يعني 375 جرام. هنضيفهم كلهم ما عدا ربع كوباية او حوالي 25 جرام كده من الدقيق، هنخليهم على جنب. وهنضيف عليهم معلقة وربع صغيرين من البيكنج باودر، يعني 5 جرام، وطبعا رشة الملح ما ننساهاش. هنقلبهم كده مع الدقيق الاول، وبعد كده هنقلب كل المكونات مع بعض لغايه ما يبقى معانا عجينه طريه وملزقه شويه. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنقسم بقى العجينه نصين، ممكن نستخدم الميزان عشان نطلع نصين قد بعض، او عادي كده بالنظر ممكن ان احنا نقسمها. اول نص هنبدا نضيف عليه الدقيق اللي احنا كنا شايلينه على جنب، بس هنضيفه بالتدريج عشان احنا عايزين العجينه بتاعتنا تلم وتبقى عجينه طريه لكن مش ملزقه. انا بالنسبه لي خدت كل مقدار الدقيق اللي انا كنت شايلاه على جنب، فانا كده الوصفه بتاعتي خدت كل الثلاث كوبايات من الدقيق، وده القوام اللي احنا عايزينه. العجينه طريه لكن مش بتلزق خالص في ايدينا. النص التاني من العجينة هنضيف عليه ربع كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، وطبعا لازم ننخله كويس جدا لان الكاكاو من الحاجات اللي بتعمل تكتلات بسهولة قوي. انا استخدمت ربع كوبايه من الكاكاو عشان هو فاتح شويه، لكن لو اللي عندكم انتوا غامق عن كده ممكن تستخدموا معلقتين بس، وفي الحاله دي هتزودوا دقيق اكتر في العجينه اول مره وتخلوا منه بس معلقتين اللي هنضيفهم بعد كده على النص الابيض. وده شكل العجينه اللي بالكاكاو، طريه برضو ومش بتلزق خالص معانا. لو حسيتوا ان العجينه نشفت تحت ايديكم شويه ضيفوا معلقه من الزيت. عشان نشكلها هناخد الجزء الابيض وهنقسمه نصين، وكل جزء هنفرده على شكل رول بالشكل ده، ونتأكد ان احنا نضغط عليه كويس عشان ما يكونش فيه اي فراغات كده ولا كده. هنعيد نفس الخطوات بالنسبة للجزء كمان اللي بالكاكاو، هنقسمه نصين وهنعملهم برضو رول بنفس الطول بتاع الابيض. بعد كده هناخد الرول اللي بالشوكولاتة ونحطه جنب الابيض، وهناخد اللي بالشوكولاتة التانية نحطه فوق الابيض، والابيض هنحطه فوق اللي هو بالشوكولاتة، يعني هنحطهم عكس بعض بالشكل ده. بعد كده هنضغط عليهم بايدينا كويس جدا، واحنا بنضغط هنبدأ نلفهم، بس هنلفهم عكس بعض يعني في اتجاهين مختلفين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده عشان يدينا الشكل الحلزوني. وهنبدأ نلف وندوس يعني واحنا بنلفهم بالشكل ده ونضغط عليهم. احنا كده بنخلي العجينة تبقى كأنها عجينة واحدة تدخل في بعض، اللون اللي هو بالشوكولاتة او اللي بالكاكاو يعني مع اللون الابيض، لغاية ما نعمل رول كبير بالشكل ده. وبعد كده هنقطعهم بالتساوي، وهناخد بقى النص ده اللي احنا قطعناه ونحطه فوق التاني، وهنبدأ نعمل نفس الخطوات، نضغط واحنا بنلف عكس الاتجاه، يعني واحد كده يمين وواحد شمال بالشكل ده. ده هيخلي الالوان تدخل في بعض ويدينا الشكل بتاع الماربل لما نيجي نقطعها بعد كده. واحنا بنضغط كده طبعا بنلف بايدينا كده، هيخلي العجينة كمان تنعم معانا وما يكونش فيها اي تشققات. بعد كده من الطرفين هنبدأ نضغط من بره لجوه عشان نقلل الطول بتاع الرول بتاعنا ونخليه اعرض شوية او اسمك شوية، مش عايزينه يبقى رفيع قوي. شايفين بضغط من بره لجوه والف فيه لغايه ما بقى رول بالحجم ده اللي انتوا شايفينه، حوالي 30 سنتي كده. خلاص بقى جاهز معايا. على فكره هو ما بياخدش وقت خالص، وانا بس مطوله في التصوير عشان تشوفوا بالظبط، لكن هو ما بياخدش اي وقت في الحقيقه. هنحطها بقى في ورقه الخبز ونلفها كويس جدا ونضغط عليها بالشكل ده، ونحطها في صينيه وندخلها فرن تكون سخنه على 170، بتاخد تقريبا 45 دقيقه او 50 دقيقه بالكتير. لما بتخرج بتبقى طريه حاجه بسيطه، بنسيبها لغايه ما تبرد تماما، ما بنحركهاش من الصينيه. وده كده شكلها بعد ما بردت خالص وتماسكت. ممكن يبقى فيها تشقق خفيف كده، ده عادي مش مشكلة. نحطها على شبكة بقى بالشكل ده عشان نغلفها بالشوكولاتة. انا هنا سيحت 100 جرام من الشوكولاتة الدارك، وممكن تستخدموا شوكولاتة بحليب لو عايزين، وضفت عليها معلقة كبيرة من الزيت وقلبتهم كويس قوي مع بعض. الزيت بيدي الشوكولاتة لمعة حلوة قوي، وكمان ما بيخليهوش يجمد بسرعة قوي. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن، لو متوفرة عندكم ضيفوها لان هي بتدي طعم حلو قوي للشوكولاتة. ونبدأ بقى على طول نغلف الرول بتاعنا بالشوكولاتة بالشكل ده، وبمعلقة كده نحاول نوزع الشوكولاتة ونتأكد ان هي غلفت الرول كله. وبعد ما نتأكد ان الرول اتغلف كويس قوي بالشوكولاتة بنخبط الصينية مرتين 3 عشان نخلي السطح بتاع الشوكولاتة أملس.
نسيبه بقى لغاية ما الشوكولاتة ما تجمد تماما، وبعد كده نبدأ نقطعه. أول حتة طبعا بتبقى مقرمشة أكتر، لكن بقية الرول بيبقى مقرمش كده من بره، وفي النص بيبقى طري شوية. نقطعه بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. الحلو بتاعنا ده بطريقة التشكيل دي مشهورة في الجزائر باسم الكروكي، لكن العجينة نفسها مشهورة كمان في المغرب، دي عجينة الفقاس، مع اختلاف بعض المقادير. وكمان طريقة التسوية مختلفة، بس الشكل بتاع الكروكي ده مشهور أكتر في الجزائر. معرفش بقى لو موجود في بلاد تانية ولا لا، يا ريت تقولوا لنا في التعليقات لو حد يعرف. الطعم بتاعها مميز قوي، لان هي فيها هشاشة من بره وطرية كده من جوه، فما تبقاش عارف ده بسكوت ولا كيك، بس لذيذة جدا ومميزة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.